جوز أختي اللي كنت بعتبره زي أخويا الكبير عمل معايا حاجة ما كنتش أتوقعها في حياتي. هو فتح ودخل، اتصدمت منه. قلت له أنت عايز إيه؟ قال لي مفيش، أنا جاي أسهر معاكي شوية ونتكلم سوا، ما أنا مش لاقي حد أتكلم معاه. قلت له خلاص، أنا أروح أعمل شاي ونيجي نتكلم سوا. بصراحة كنت بتهرب من كلامه ورحت جري على المطبخ، وزي ما بقولكوا أنا ما بجيب حاجة من المطبقية بحط الكرسي علشان أجيب كل حاجة من المطبخ بتاع أختي لأنه عالي شوية، وفجأة لقيته جه ورايا برضه وشالني. حكاية النهاردة هي من واقع الحياة، يعني حصلت بالفعل، وصاحبتها جاية بتحكي وبتقول أنا مريم بنت وعندي 19 سنة وليا أخت أكبر مني ب4 سنين وعايشة مع أبويا وأمي في البيت. أختي اللي أكبر مني اتجوزت بقالها يجي 2-3 وجوزها ده حنين عليها خالص وبيحبها لأنهم كانوا مرتبطين من زمان بقالهم فترة كبيرة ومتجوزين على حب. وبعد فترة من جوازهم، يعني بعد كام شهر، ربنا رزقهم بالحمل وأختي طلعت حامل وبقينا كلنا فرحانين، جوزها وأبويا وأمي الدنيا مش شيعانة من الفرحة. أولاً أنا عشان أبقى حالة وهيجي لنا نونو صغير، وكمان أبويا وأمي وجوز أختي بقوا كلنا فرحانين لأن أختي ما تتأخرش في حملها. بس أختي طلع عندها مشاكل في الحمل، هو الدكتور نصحها وقال لها لازم تنامي على ظهرك طول فترة الحمل، ما تتحركيش من السرير لأن حملك فيه خطورة وفيه مشاكل، لو اتحركتي أو عملتي أي مجهود الحمل هينزل. وبصراحة إحنا كلنا كنا قلقانين عليها وإزاي هتقوم تعمل مصالحها وشغل بيتها. علشان كده أبويا وأمي نصحوني إن أنا أروح أخدم أختي وأشوف طلباتها وأشوف مصالح بيتها وأعمل لها الأكل كمان، لأن أمي قبل فرح أختي حصل حادثة مع أمي عملت لها عجز، ما تقدرش تقف على رجليها لفترة طويلة. علشان كده أمي ما قدرتش تروح لأختي تفضل معاها في شقتها. وهو بصراحة أنا كنت ممانعة في الأول إن أنا أروح عند أختي، لأنه زي ما أنتوا عارفين الواحدة ما بتبقاش واخدة حريتها كمان مع جوز أختها، لأن بصراحة أنا بعتبره زي أخويا الكبير، بس برضو ما باخدش راحتي غير في بيتنا. وبعد ما فكرت تاني قلت يلا هروح وتغيير جو وأخرج من جو البيت اللي أنا عايشة فيه ده. وكمان بعد إصرار من أبويا وأمي لأنهم كانوا مصرين إن أنا أروح أخدم أختي علشان خاطرها وعلشان خاطر حملها ما ينزلش أو يتأثر بأي حاجة. وأخدت كتبي وأخدت حاجتي ورحت عند أختي علشان أشوفها وأخدمها. بصراحة أختي كانت نايمة طول الوقت على السرير، ما كانتش بتتحرك بس إلا وشان الحمام وكده، وبتفضل طول الوقت ده نايمة على ظهرها. وجوزها طول النهار في الشغل ما بيجيش إلا آخر الليل، وأنا اللي كنت مسؤولة عنه. بصراحة هو في الأول كان بيعاملني زي أخته الصغيرة، بس مع الوقت لقيته بيتجاوز معايا في الكلام كده وبيبصلي بنظرات غريبة، النظرات من تحت لفوق كده، وكأن نظراته دي كانت بتفسر جسمي. وأنا كنت بتحرق قوي وبخش أوضي وأقفل عن نفسي، وبقى يخش عليا الأوضة بحجة إن هو يذاكر لي علشان أطلع من الأوائل وأنجح وتفوق. ممكن يحط إيده على شعري أو على راسي، والحاجات دي أنا ما كنتش بقبلها، كنت بتضايق منها قوي. وكمان كان يهزر معايا هزار كده أنا ما كنتش قبلاه، كان دايما يقول أنت اتدورتي وحلويتي وبقيتي عروسة وكل حاجة فيكي بقت حلوة. أنا الكلام ده في الأول ما كنتش بديله أهمية، أقول مش مشكلة جوز أختي وبيتكلم معايا زي أخويا الكبير. بس مع الوقت لقيت كلامه غريب كده، ومش نظرة إن الواحد بيبص لأخته، دي نظرات غريبة. وكنت كل ما الاقيه جاي من الشغل أخش أوضته وأقفل عن نفسي، بس هو كان دايما يخبط وكان يخش عليا وأنا في الأوضة، وكان يعمل حجة إن هو هيسخن لي أو أعمل له أكل، لأن في الوقت اللي هو كان جاي فيه من الشغل ده بيكون أختي نايمة وفي سابع نومة كمان. بس في اليوم ده لقيته جاي للأوضة، وعلشان أتهرب منه رحت جارية المطبخ وقلت له أنا رايحة أعمل شاي. وبصراحة رحت المطبخ علشان أهرب من تصرفاته، وأنا بجيب الكوبايات من المطبخية. بصراحة أنا قصيرة شوية، حطيت الكرسي ووقفت عليها علشان أجيب كل حاجة من المطبخ بتاع أختي لأنه عالي شوية. وفجأة وما تحملتش لقيته جه ورايا برضه وشالني. هو عمل حاجة ما كنتش أتوقعها وإحنا واقفين وسابني. جريت على الأوضة وانهارت ومش قادرة أتكلم ولا قادرة أطلع على صوت ولا قادرة أروح أعترف لأختي على اللي بيحصل من جوزها، لأني خايفة عليها، لأني أختي وبحبها وخايفة بيتها يخرب، وزي ما قلت لكم إنها حامل كمان، وخايفة المشاكل تحصل بسببي وأبقى أنا السبب وأبقى أنا اللي في وش. لقيته جاي ورايا وبيقول لي معلش تحمليني، أنا الحاجات دي الدكتور منعني إن أنا أقرب لأختك أو أعمل معاها أي حاجة، وإنتي عارفة عشان الحمل وكده، إنتي ديني أختك ولو بتحبيها اسمعي كلامي وأنا مش هقول لحد. أنا بصراحة كنت مصدومة من كلامه ومش عارفة أعمل إيه وأتصرف إزاي علشان أجاريه في الكلام وأخليه يسكت وأقدر أهرب منه على ما ألاقي حل. قلت له خلاص سيبني النهاردة وبكرة. ولما جه بكرة قعد مستنيني بقى وكل شوية يقول لي يلا
قلت له لا، أنا عندي ظروف وما ينفعش النهاردة، وكل شوية أتهرب منه ومش عارفة أعمل إيه وأتصرف إزاي. يا ريت يا جماعة تنصحوني أعمل إيه وأتصرف إزاي مع جوز أختي واللي بيعمله معايا واللي عايزه مني. مش عارفة أتصرف إزاي، أنا محتارة، مشكلتي مش لاقية لها حل. يا ريت تردوا عليا بأقصى سرعة وتبعتولي في التعليقات رأيكم في المشكلة بتاعتي. ولو عجبتكم حكايتنا النهاردة ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة، ودمتم في أمان الله. جوز أختي اللي كنت بعتبره زي أخويا الكبير عمل معايا حاجة ما كنتش أتوقعها في حياتي. هو فتح ودخل، اتصدمت منه. قلت له أنت عايز إيه؟ قال لي مفيش، أنا جاي أسهر معاكي شوية ونتكلم سوا، ما أنا مش لاقي حد أتكلم معاه.